بعد ما تشوف الفيديو ده هتسأل نفسك أسئلة كتير قوي. من سنتين في رمضان 2023 كنت تقريبا أول واحد في مصر يطلع يقول لك العصير على الفطار في رمضان غلط، وطبعا في سنتها والسنة اللي بعدها الفيديو انتشر انتشار رهيب وبقى فايرال. بس طبعا جمل الاعتراض مش عايز أقول لكم عليها، وطبعا الكومنتات اللي جت فعلا معايا والكومنتات التانية اللي جت ضدي، ويعني مش عايز أقول لكم، هوريكم جزء منها. والسنة دي بقول لك لو كسرت صيامك على العصير يبقى دخلت جسمك في انسولين شوك أو صدمة انسولين، لأن العصير عبارة عن مية وفيها سكر وانت صايم اكتر من 12 ساعه. يبقى هنا العصير في رمضان على الريق غلط وهيتخنك وهيعمل لك صداع كمان. ولو انت من الناس اللي عندها مقاومه انسولين او سكر هيعلى عندك جدا والسكر هيعلى عندك. طب الحل ايه؟ اول حاجه لو عملت عصير ما يبقاش كل يوم كوبايه، ما تزيدش عن 100 مللي. ثاني حاجه بقى لو انت مصمم تشرب عصير قوي يبقى تشربه في وسط الاكل او بعد الاكل، لكن انسى موضوع العصير على الريق ده خالص. ثالث حاجه بقى بلاش عصير كل يوم، واسمع كلامي، مفيش احلى من الشوربه بقى. لو شوربه فريك او شوربه مشروم دي حاجه ايه تمام قوي، تظبط المعده وتظبط لك المعده وتظبط حركه الامعاء كمان، وما ترفعلكش الانسولين وتخليك تاكل. ولو عايز تحسب نسب البروتين والدهون والكربوهيدرات في اكلك اكتب لي كلمه ماكروز في الكومنتات وهبعت لك اللينك اللي تحسب فيه بسهوله.